بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلنا بنعاني دلوقتي من غلاء الاسعار مرتفعه قوي قوي ومبقناش نقدر عليها. انا عندي فكره حلوه كده عملتها ونفذتها وطبعا لقيتها مفيده جدا، وقلت اما افيدكم بيها واقترح عليكم. بصوا يلا نبدا بسم الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا رحت لبتاع الفراخ وقلت له عايزه 3 فرخات كبار. عملوا لي حوالي 300 جنيه. وجبت نص كيلو كبد وقوانص ب25 جنيه. وبصوا بقى قلت له يقطع لي فرختين الصدر بتاعهم بانيه. بصوا بسم الله ما شاء الله، عمل لي حوالي كيلو وربع من البانيه. وقلت له الصدر التالت دوت يسيبهولي سليم، انا بقطعه مكعبات كده وبحب اعمل بيه مثلا كبسة او اعمل بيه شيش طاووق. وبصوا الوراكة اهيت، ودي الهياكل بتاعه الفراخ، ودي كبد وقوانص النص كيلو اللي انا جبته. وطبعا الكبد وقوانص بتاعه الفراخ فيعملوا لي ايه، وجبة كويسة. وده هو الصدر السليم اللي انا بقول لكم عليه. طبعا هقطعه مكعبات. بصوا بسم الله ما شاء الله، كبير برضو مش صغير. وده بص البانيه، الله اكبر. بصوا يجي كيلو وربع. انا جايبه كيلو البانيه يا جماعه والله العظيم من كام يوم ب105. فطبعا الفكره دي وفرت علينا كتير قوي، ولما نفذتها عجبتني. بصوا بقى هنبدا بقى ان احنا نغسل الفراخ وننقعها كويس في المحلول اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، ميه وملح وخل وسكر وليمون. لو عايزه تضيفي دقيق ضيفي. وبعدين بقى بعد ما اغسلها وانقعها كويس كده حوالي ساعتين، هقول لكم عملت لي قد ايه، واقول لكم انا هشيلها ازاي وقطعتها ازاي، واقول لكم الطريقه كلها. بصوا كده بعد ما غسلتها ونقعتها، بسم الله ما شاء الله، بصوا اللهم بارك. الطبقين ما شاء الله كبار ومليانين. بصوا كده بقى قوانص نضفتها، والوراك قطعت الدبابيس لوحدها والحته اللي فوق دي لوحدها. بصوا اهي بعد ما صفيتها، بسم الله ما شاء الله. بصوا عملت لي حوالي كيلو كبد وقوانص. بصوا طبق كبير مليان. والصدر اللي هو سليمة عملته مكعبات. بصوا ما شاء الله، تقدروا تستخدميه في اي حاجة. ودي الهياكل بتاعت ال3 فراخ. انا هعمل بيها النهاردة صينية بطاطس بقى نتغدى بيها كده. بصوا، ودي الاجنحة طبعا. بصوا مغسولة ومنقوعة كويس وزي الفل. ودي الحتة اللي بتبقى في الورك كده من فوق، والرقب برضو بتاع الفراخ. وبصوا ما شاء الله الحتة اللي هي الفخدة اللي من فوق دي. بصوا ما شاء الله 6 قطع كبار ازاي. دول عملوا لي طبقين اهو. وبصوا البانيه، بسم الله ما شاء الله، برضو عمل لي طبقين. الطبق اكتر من نص كيلو. وده طبق دبابيس، تقدري بقى تستخدميه في اي حاجة، تعمليه دجاج كنتاكي لولادك، اي حاجة كده، طريقة اي طريقة بيحبوها. بصوا ما شاء الله، عدوا بقى كده عمل معايا كام وجبة، وعدوا وفرنا قد ايه. من 325 جنيه حوالي 8 اطباق كده، يعني 8 وجبات. يعني الوجبة مش ممكن 40 جنيه. بصوا طبعا هتغلفيهم بقى وتشيليهم في الفريزر تستعملي منهم. انا عملت هنا قطعت بطاطس وعليها بصل وبهارات وفلفل وكده، وهستخدم بقى الهياكل دي بتاعت النهاردة. هنعملها في صينية البطاطس. هنضرب بقى الشفشق طماطم كده واحطه عليها، وهندخلها الفرن. لو عجبتك بقى الفكرة بتاعتي النهاردة، ما تبخليش بقى عليا في اللايك والتعليقات الحلوة بتاعتكم. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة يا ريت تشتركي. وفكرة موفرة جدا، ان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم، ويا ريت تنفذوها. ممكن دول يكفوكوا بقية الشهر. تعملي مرة منهم ومرة حاجة أرديحي وأكلة كده كده تمشي نفسك، والأمور إن شاء الله هتعدي. وبألف هنا والشفا على قلوبكم. مع السلامة.